التاريخ من اوسع ابوابه. يا خبر ابيض، يا ولد يا ولد يا عبد الحليم يا علي، والله يا ابني انا مقتنع ان انت لعيب كوره كويس، وشفته وتابعته كويس قوي في دوري الدرجه الثانيه السنه اللي فاتت في فريق الشرقيه للدخان، وعشان كده انا بحيي الكابتن محمود ابو رجيله انه صبر على عبد الحليم علي وسابه واداله ثقه، وهو عبد الحليم يؤكد جدارته ووجوده راس حربه في نادي الزمالك.
لسه ادينا قد كده كويس 100 مره، مش هقدر اوفي ولو جزء بسيط من اللي هم ادوني. مفيش كده في الدنيا، مفيش كده ابدا ابدا. عبد الحليم علي شوف بيعمل ايه، شوف الراجل بيعمل ايه. عبد الحليم علي ده ولا عبد الحليم حافظ، ايه ده؟ ايه الجمال ده كله؟ شوف 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 مهاره. قلبكم والجماهير دي كلها لازم تفرح، وجماهير الزمالكاويه في مصر كلها لازم تفرح، ودي اقل حاجه احنا بنقدمها لهم. يا رب دايما اكون سبب في ان اقدر اوصل للناس اللي بتجينا دي. هدف عبد الحليم علي، هدف بالراس، وهو رقم 7 في البطوله العربيه لعبد الحليم علي.
فقلت لهم التيشيرت ده غالي، يعني ده قيمته كبيره جدا. انتوا مش حاسين بيها؟ قلت لهم يعني قيمه كبيره جدا لنادي الزمالك. التيشيرت ده انا حطيته على جسمي. حطيته كده، انا اشتاق ان انا البسه. ياه والله العظيم كنت خايف. انا جالي اول ما حطيته على جسمي، مسكته وحطيت التيشيرت على جسمي كده، فافتكرت الفتره اللي انا لعبت فيها. فلما حطيته على جسمي كده انا خد بالك حسيت عايز تلبسه. والله. فقلت لهم التيشيرت دوت يعني قيمته كبيره جدا. اسم نادي الزمالك ده قيمته كبيره جدا. تحس ان التيشيرت ده اللي عملك؟ طبعا. كبر عيالك ورباك وحطك في وضع افضل. بص يا كابتن خالد، ربنا سبحانه وتعالى ثم نادي الزمالك جميل نادي الزمالك. أنا من خلق ليمجد العشق، لتصلني وتفك الصراع، لأحمد وصلك على مر الأيام. لعمرك لولا الهوى ما شغل البال شاغل، لولا لوعات ترن بالحشا، لولا اشتياق مجنون يجاذبني.